أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، يومنا 7 من شهر ربيع الأول. وشهر ربيع الأول الشهر الذي دائما ما تهل علينا فيه نسائم ذكرى مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي تعتبر يوما من أيام الله عز وجل، هذه الذكرى التي تعتبر من أكبر نعم الله على الخلق. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحدث بنعمه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا توجد هناك نعمة بعد نعمة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من وجوده عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما وأبدا لا يفتر لساننا عن ذكره صلى الله عليه وسلم، حتى قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.